مساء الخير. وحشتونا، المرة دي طولنا شوية. النهاردة أول ليلة من ليالي المنارة في السنة الجديدة 2023، وأول كلامي سلام، وتزققيني الكلام، أيام في حضنك أنام يا مصر يا أمنا، واطلع في نور الأذان إذا دعا الوالدان، المدرسة والميدان، الإنسانية هنا، الإنسانية هنا، الإنسانية هنا. السلام الوطني لجمهورية مصر العربية. بيجمعنا في كل ليلة من ليالي المنارة الصالون اللي أنشأه الدكتور محمد سعد الدين، بيجمعنا على حب فرع، مش هقدر أقول فرع، جدر من جذور الثقافة العربية. احنا بيجمعنا حب الأغنية. الأغاني هي ثقافة الشعوب. كونفوشيوس الحكيم الصيني بيقول: أرويني أغاني أمة أحدثك عن شعبها. الشعوب بتتعرف بأغانيها. الأغاني هي اللي بتربط بيننا، والأغاني قال عنها أبو الشعراء فؤاد حداد اللي قلت كلامه في أول الليلة. قال كلام جميل قوي في قصيدة من قصايده اسمها في حب مصر. بيقول ايه؟ بيوصف حالنا على فكرة. مفيش في الأغاني كده ومش كده تفرقنا عن بعض بالشكل ده، يا مصر اللي جايبة الشجر من زمان وشايلة الضفاير على البرتقان، وقبل الأوان اللي قبل الأوان بتحييني أنفاسك المسعدة. مفيش في الأغاني كده ومش كده تفرقنا عن بعض بالشكل ده. يا حلوة كلامك تحب الودان، يشمسني في الدروة زي الميدان، يمشيني بين الحيطان والغيطان، عروسة وحصان في القمر والعدة. مفيش في الأغاني كده ومش كده تفرقنا عن بعض بالشكل ده. عينيكي تغمض وتفتح بيبان، سطوح الليالي عليه الأمان، وبحر الدرة من ورق الامتحان، وبتغني موالي يا مولدة. مفيش في الأغاني كده ومش كده تفرقنا عن بعض بالشكل ده. بحبك كأني طليق العنان، وزي العجوز اللي كان يا مكان، وزي الرصيف اللي في السيدة. مفيش في الأغاني كده ومش كده تفرقنا عن بعض بالشكل ده. والنهارده بالصدفه احنا تاخرنا، بس عشان يمكن يبقى فيه صدفه جميله ان النهارده 1 فبراير، وشهر فبراير ده في ذكرى. احنا للاسف انا مش بحب احتفل بذكريات الرحيل، لكن لان صاحبه الذكرى دي ما بترحلش، هي رحلت جسدا انما هي عايشه بصوتها جوانا، وعايشه بصوتها في صباحنا وفي مسانا. الست ام كلثوم اللي توفت يوم 3 فبراير
سنة 1975. ست أم كلثوم علامة من العلامات الفارقة في تاريخ الأمة العربية. ليه؟ لأن العرب ما تجمعوش على حاجة قد ما تجمعوا على أم كلثوم. أستاذ مصطفى أمين بيقول لو ركبت عربية يوم الخميس الأول من كل شهر واتحركت من الأطلسي من مراكش وفضلت ماشي بالعربية لغاية ما وصلت سلطنة عمان، طول ما انت ماشي فاتح الراديو حاجة واحدة اللي بتتسمع، أغنية أم كلثوم. أم كلثوم قدرت تجمع العالم العربي أو الأمة العربية كلها. اقعد مع أي حد لهجات مختلفة، يمكن تقعد مع الجزائري والمغربي ما تعرفش هو بيقول إيه، لكن أول ما تجيب سيرة أم كلثوم تلاقيه بيتكلم وحافظ أغانيها وحافظ كل حاجة، حافظ اللحن وما بينشز. الحكاية اللي كنا اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت، كلنا أم كلثوم خلتنا كلنا سميعة ودننا، والصالون ده بيشهد عليه الفقرة الأولانية اللي بنستناها من المرة للمرة. الأستاذ الكبير محمد مصطفى لما بيعزف لنا بأنام له أغنية من أغاني أم كلثوم كلنا بندندن معاها، مفيش واحد في صالة كبيرة زي دي بينشز. الأستاذ محمد مصطفى. هنسمع منه النهارده، بس قبل ما نسمع اسمحوا لي يعني في تحيه نورت صالون المناره اللي بقاله كتير غايب عننا، الاستاذ محمد السنباطي، محمد رياض السنباطي. النهارده هنسمع لأم كلثوم أغنيتين. الأولانية دي الاثنين بالمناسبة بالصدفة للشاعر الكبير جدا مأمون الشناوي. الأولانية اللي هنسمعها من الأستاذ محمد مصطفى بأنام له الذهبية هي الأغنية الوحيدة لمأمون الشناوي من أغانيه الأربعة اللي غنتهم أم كلثوم اللي لحنها الموسيقار محمد عبد الوهاب. أنا ليا مين اللي حبيبي. على فكرة يا جماعة بيشرفنا النهاردة الأستاذ زياد الطويل ابن الموسيقار كمال الطويل برضه موجود معانا، نحييه.